الذي سنسأل عنه يوم القيامة. شوف، أنا جالس الآن كم واحد يشاهدني ودعوتي تبلغ الآفاق. يا أخوان، قلت هذا مرارا، هذه ما حصلت والله ولا للأنبياء. أنتم تعرفون نبي من الأنبياء كان إذا تكلم يسمع اللي في مشرق الأرض ومغربها؟ هل أحد من الأنبياء كان كذا؟ نحن الآن ممكن لنا تتكلم، تحط قدامك الجوال فتبلغ كلمتك مشارق الأرض ومغاربها. توقع الله لن يسألك يوم القيامة عن هذه، خاصة من عنده متابعين كثر. ها؟ هذه رسالة اللي يسمعني من أصحاب السنابات والمشاهير من الرجال والنساء، اللي الواحد منهم ما يهمه إلا بس دعايات وكسب وفلوس، ويبخل على نفسه، لا أقول على الآخرين ترى، ولا هو على دين الله، ترى الله غني عنك وعن دعوتك وعن كل شيء يا شيخ. أنت الفقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. دين الله منصور عليك ولا على غيرك، لا تتوقع أنك تمتن على الله بطاعة، أنت الرابح أو الخاسر. فأقول الآن يا من يملك هذه الأعداد الغفيرة من المتابعين، وترى هذه مي لهم فقط، لنا كلنا، حتى لو ما عندك إلا 10 متابعين، واحد الله ينفع به خلاص، يتقبل الله عز وجل منك طاعة واحد يكفي. لكن أقول الذي عنده هذه الأعداد من المتابعين، والله حجة عليه يوم القيامة، حجة عليه أو لك، واعمل كيفك. ما عاد في حجة الآن لأحد أنه يكون داعية إلى الله وسفير للإسلام في كل مكان بهذا الجوال اللي بين يديك. لا تنشر إلا شيء أنت واثق منه. ترى ما بسالفة انشر تؤجر وبس. صحيح. وعلى قفا من يشيل. حديث ضعيف، قصة مختلقة، قال الشيخ بن باز وما تدري هو قال ولا ما قالها، قال ابن تيمية، وتجيب أحيانا يجيب قال الإمام أحمد، تقراها ما هو بأسلوب الإمام أحمد ولا هو بحوله ولا حواليه، والحبيب هذا حول إن شاء الله مأجورين. لا، ترى قد تكون مأزور، ترى أحيانا انشر تؤزر مو بتؤجر. صحيح. لا تنشر إلا شيء أنت متأكد أنه صحيح.